ابن الرباط يصنع الحدث في مهرجان قرطاج، احتفى بجمهوره فرد عليه التحية بأزيد منها. تسابق معجبوه بترديد أغانيه ذائعة الصيت. شوي فان سعد المجرد وعنا برشا نستناو فيه، عاملين ما طلعش الكرتاج، جاي عاملين والقاعدة نستناو فيه، وهذه فرصة وهو فنان طالع ونحبوه ونحب نشجعوه. سعد المجرد عنده شعبية كبيرة في تونس، أغنيته الكل محبوبة في تونس وهو ما شاء الله عليه معناها توا il fait un grand succès partout dans le monde arabe. سليلة سليلة من هذا الحب سليلة، الله يعوض علينا الله يعوض علينا. مهرجان قرطاج مثل محطة للسوبر ستار المغربي، هو زيادة في شهرته ومصعد آخر نحو المزيد من المكانة الفنية لدى معجبيه. أنا جد فخور وفرحان بهذه المشاركة هذه، خصوصا أنه غير النجوم الكبار هم اللي شاركوا في هذا المهرجان، وأنا فخور وزيد سعيد بهذه المشاركة حتى. هي موسيقى شبابية يعني سو ني با ميوزيك بونسي، ماهيش حاجة، ولكن يعني فيها بعد شبابي بعد يعني، ولكن فرجوي مهم والناس تحبه والشباب خاصة يحبوه. حفلة سعد المجرد في قرطاج ليست الوحيدة في برنامجه، فللشاب المغربي الذي تربع على عرش النجومية في السنوات الأخيرة لقاء بجماهيره في مهرجانات صيفية في بقاع مختلفة من تونس. العام اللي فات كنا درنا جولة في تونس وكانت من أروع الجولات، وكان عندي ذكريات زوينة بزاف في تونس. بغيت نرجع ونغني للشعب التونسي لأنه كان واحد التجاوب زوين وحسيت بواحد الحب. سعد المجرد أو خوليو العرب كما لقبه الفنان اللبناني إلياس الرحباني تمكن في بضع سنوات من تحقيق نجومية أخرجته من السياق المغربي إلى سياق عالمي. أسعد سعد جمهور مهرجان قرطاج، ألهبت أغانيه مدرجات المسرح الأثري. ليس في الأمر غرابة، فالموسيقى المغربية بالنسبة إلى التونسيين تنبع من الوجدان لتعود إليه. من المسرح الأثري بقرطاج، فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.